اما كانت تقدر عليها حتى دوله في دوك الدول اللي حداها. راه كنت ايران تماك دايره البعبع، ولكن هذا الشيء كوب، والايرانيين اللي عندنا هنا لداخل والعقليه ديالهم وكيفاش كيفكروا. نقول بأن تصورنا يعارض ويرفض الملك الوراثي فنحن واضحين في موقفنا. العدل والاحسان كيرفضوا الملك الوراثي، ولكن دابا عجبهم الحال. دابا هادشي فاش وقع خامنئي ولا ولدو هما الاولين اللي يخرجوا يهنئوا ولد خامنئي. يعني ضد النظام الملكي. الملك الوراثي بالنسبة لنا لا يمكن أن يكون مدخلا للحل الشامل، فحينما نقول الملك الوراثي فهذا يتعارض مع الإرادة الشعبية، يتعارض مع ما نطالب به. علاش يتعارض مع الاراده الشعبيه؟ شكون قال لك المغاربه ما راضيينش على الملك ديالهم؟ يتعارض مع الاراده ديال الخوانجيه اللي هما العدل والاحسان، ماشي مع الاراده الشعبيه. المغاربه كلهم ناشطين مع راسهم، راضيين بملكهم، عزيز عليهم المؤسسه الملكيه، عارفين بان داك البلاد باش ما تشخص يبقى داك الملك تماك وما شافوا منه غير الخير. البلاد تبارك الله مزدهره وغادا في الطريق، وغادي نشوفوا اليوم كيفاش غادا. فعلاش هادشي يتعارض مع الشريعه؟ ما كيتعارضش مع الشريعه، هادشي كيتعارض معكم نتوما كعدل واحسان. اما المغاربه الا سولتيهم ايوا كيدير الحكم الملكي، غادي يقول لك اخويا مزيان، وانت غادي دير راسك ما كتفهمش وغادي تعاود تسول المغاربه باش مزيان. غادي يخرج لك واحد يقول لك شوف اخويا، حنا السياحه كانت عندنا قبل 20 عام كي ولات دابا، ولينا الاولين في افريقيا سبقنا مصريه. وشوف اخويا الصناعه كي كانت عندنا وكي ولات دابا، حنا في السيارات ولينا الاولين، في صناعه الطيارات ولينا الاولين. دابا في صناعه القطارات راه الشركه ديال هيونداي وديك الستوم تا هما بجوجهم دخلوا، ونوليو في صناعه البواخر حنا واعرين. ايوا تقول يا ودي في البنيه التحتيه كي داير، يقول لك حنا الاولين في البنيه التحتيه القريبه. شوف البنيه التحتيه ديال المغرب في الرياضه، حنا الاولين في الرياضه. شنو مازال ياك؟ في النظافه حنا الاولين في النقا ديال المدن، وفي التاثير حنا الاولين. العلاقات ديالنا متشعبه مع دول العالم كلهم، ما كانش بوسطى مع حد، كلشي كيحترمنا وكلشي كيقدرنا. وحنا هادشي كله غادي نخليو نمشيو نتبعوكم نتوما. زعما دابا دابا في نظرك المغاربه كلهم، وكون غير المغاربه ما قاريينش او ما شايفينش التجارب، حيت كاين دول كانوا عندهم غير رؤساء مجرمين. ولما هاد الرؤساء المجرمين ما كانش عندهم ملكيات وما عندهمش ملك اللي بخير وحنين عليهم ومزيان معاهم، لان كانوا عندهم رؤساء قتاله. وهاد الرؤساء القتاله فاش مشاو راه شتي النتيجه فين وصل. شوف العراق كان عندهم صدام، فاش مشى صدام كي ولات العراق. ليبيا كان عندهم القدافي، فاش مشى القدافي كي ولات. مصر كان عندهم حسني مبارك، فاش مشى حسني مبارك كي ولات القضيه عندهم. تونس كان عندهم بن علي، فاش مشى بن علي. وتخلي دابا هاد الرؤساء ديال الدول كاع كانوا قباح، ودابا الناس كتبكي ليهم، كانوا قباح. فما بالك بالملكيه هنا في المغرب اللي ما شفنا منها الخير. ما ملكيه درويشه ما تجبد لك صداع، ما دير لك مشاكل، ما هذا كتقاتل هذاك الشيء كتقاتل عليه وخدام. الناس ما كيشوفوش هذا الشيء وغادي يديروا فيكم راسهم نتوما. دوك النتائج المبهره اللي درتو اللي درتو في مصر، واللي درتو في ليبيا، واللي درتو في السودان، واللي درتو في السودان، واللي درتو في اليمن. هم؟ وسوريا بشار الاسد مشى قتال. وشوف الناس كي كتبكي دابا على الايام ديال قبل ما تكون الثوره. الناس ولات مشرده في العالم. وجي تنضل تقول يا ودي الشارع تتعارض مع الشارع؟ لا تتعارض معكم نتوما بوحدكم. وانتوما راه حتى عندكم داك الشيء بالولايات، عندكم ولايه الفقيه. راه داك اسلام ياسين كان عنده ولده هو اللي غادي يورثو، غادي يولي ولده هو عبد السلام ياسين جديد. نحن حينما نقول راه البنت راه هي دابا كتجلس دير لكم الدروس بأن تصورنا يعارض ويرفض الملك الوراثي فنحن واضحين في موقفنا. يعني ضد النظام الملكي. الملك الوراثي بالنسبة لنا لا يمكن أن يكون مدخلا للحل الشامل، فحينما نقول الملك الوراثي فهذا يتعارض مع الإرادة الشعبية، يتعارض مع ما نطالب. غنشوفوا حنا البلدان اللي عندهم الحكم الوراثي كي داير، هزوا عينيكم وديروها وشوفوا البلدان اللي عندهم الحكم الوراثي كيفاش كلها مستقره. والسعوديه مستقره، الامارات مستقره،
الاردن مستقره، البحرين مستقره، عمان مستقره، الكويت مستقر. كتسمعوا صداعات الدول ولا مشاكل ديالهم. والتغيير كيدوز بسلاسه عندهم، التغيير ديال الحكم من ملك الملك من امير لامير كيدوز داكشي بسلاسه وهدوء. شوف الجمهوريه معلم الله يستر، في كل تغيير ديال السلطه كتشوف الانقسامات، تشتاد شي مدخل شي لعب، شي مقاتل شي جاب شي مخرج عباد الله هادشي، وهاد التكتلات. وهادشي كلش كيدير كيشتت الدوله وكيضرب ليها المصالح ديالها في الحيط، وكيردها القليله 21 عام اللور. شوف تونس قبل الثوره كيفاش كانت معلقه علينا في السياحه، معلقه علينا في الصناعه، معلقه علينا في الاستثمارات، واخا صغيره تونس ما نكذبوش كانت معلقه علينا في السياحه تونس. وشو من بعد الثوره كي ولات دابا تونس. وهذا دابا كنقول لكم نشوفوا الملكيات العربيه كيفاش كيتم فيها انتقال الحكم مقارنه مع انتقال الحكم في الجمهوريات العربيه. شوف بعينيك، شوف انت وحكم. فاش من تجربه نتوما غادي تعطيونا مثلا اللي تقولنا وديها واحد التجربه ديال سيدي حيدنا حنا الحكم الملكي وردينا جمهوري والبلاد مشات. عطيني شي تجربه ناجحه. السودان مثلا، ها مصر، تونس. عطيني شي تجربه ناجحه باش نقول لي هاد السيد عنده الحق، ولا حنا ديونا للزوبيه الا تبعناكم وصافي. حنا باغيين تصيفطونا للزوبيه نتوما. علاش؟ باش نتوما تحكموا، وكون غادي تحكموا بشي حاجه زعما اللي يا ودي لا. وتصوروا دابا هذا في الحكم، وهذا سيدي مع خامنائي ومع كلهم نفس العقليه. وجات ميريكان ضربات ايران، وينوضوا هما يقول لك اودي كيندوب ميريكان ويندوب هذه، وكنصيفطوها سيدي حنا مساعدات استخباراتيه ولا مساعدات لايران. وهذا فاش تسمع ديك النكس ماني التالي غادي يكون المغرب هو التالي في السبله ديال ميريكان. اقسم بالله. والله العظيم تيتعلموا فينا كثير. عندكم شي شك في هذه القضيه؟ عندكم فيها شي شك؟ الا تبعتي هادو هما فين غادي يدخلونا؟ حيط. يدخلوك في حيط ديريكتومون ما كاينش لا. هادشي علاش ما عجبهمش الملكيه، لان الملكيه بعقلها خصهم هما يديروا داك الشيء، داك الترويج ديالهم، داك التخربيق ديالهم، يجيبوا مو ينشروه في البلاد. داك الخماج اللي عندهم في الدماغ، وداك الشيء كله ما عنده علاقه بمصالح ديال البلاد، عندهم علاقه بمصالح ديالهم، ديك البروباغندا الخاويه والشعارات ديال جدريال مع فلسطين اي وغزه وهذه ومع ايران دوله مسلمه مو مسلماش. غير علق انت الباج او يسطحوا امك مع احسن حيط كاين موجود. هما كلهم بنفس العقليه، ما عندك ما تعزل فيهم، كلشي بحال. باش يقول لك حنا كنعارضوا الملكيه. واخا عطيني شي اكزومبل زوين عندكم نتوما، شي حاجه درتوها بان زوينه مع حنا كان ان شاء الله غادي نديروها. غادي نعطيوكم شي حاجه زوينه، شي بحال هذاك اللي كيجي يقول لك واش نعطيك داك الباطو ديالي اللي غرق. لا شكرا. شكرا، باطو غرق شاد عطيني. اما كيبين لك شي حاجه انت عارفها ما عمرها ما توقع، شي حاجه اللي ما فيها خطر، وكيتبان ليه هو ديك القضيه زعما انت غادي يضحك عليك انت كمغربي ما فاهمش وما شافش التجارب في المحيط ديال كيفاش دايره. نحن حينما نقول بأن تصورنا يعارض ويرفض الملك الوراثي، تصوركم حنا كنعرفوا تصوركم، وتصوركم ماشي هو تصورنا. حنا نوافقوا على الحكم الوراثي لان باش نمنوا الخير. راك فيكم داك النهار بحال الدار ديالك راه مع الدار ملك الملك، فاش كيجي بحال موظف، فاش كتشري انت دار ديالك كتهلا فيها لان كتخليها واحد النهار لولادك، كدير فيها الجليج الواعر، الصباغه الواعره، التريات الواعرين، الاتات المخير، القوادس الواعرين، البولات الواعرين، كلشي واعر. دارك هذيك ملكك، وعارف بانك تا الا مشيتي وداتي واحد النهار بعد عمرين طويل غتخلي داكشي لوليداتك. هذه هي الملكيه. فاي ملك كيجي خصو يخدم مزيان باش ما يخليش ولدو المشاكل من بعد. خصو يخلي البلاد مستقره،
والناس هانيه باش ولدوا اللي غادي يشدموا راه الحكم ما يكونوش عنده الصداع والمشاكل. تعقلوا الحسن الثاني الله يرحمه قبل ما يموت كيفاش جاب دوك ديال الكتله باش ما تبقاش معارضه لمحمد السادس، حاول يقاد ليه كل شيء، جاب اليوسفي وصافي قاد ليه الامور كلها باش يمشي هاني يخليه بلاد مستقره وما يكونش عنده داك الصداعات اللي دوز هو مسكين. الحسن الثاني الله يرحمه على المعارضه اللي دوزها بن بركه البصرين القلابات الروينه، هو باش يمشي كان خص البلاد تبقى مستقره للولد. سيدنا الله ينصره والله يشافيه. هذيك هي الملكيه هكا. اجي تشوف دابا الحكم الجمهوري بحال الدار ديال الكرا كيجي يضرب فيها 4 شهور، داكشي اللي سرق فاش كيخرج من ديك الدار والبولات كيطمع فيهم يديهم معاه. العقليه ديالهم هما ديال هاد التعارب واش ليه هنايا ديال الجمهوريات دابا اللي كيهضروا عليهم. واش فهمتوا ولا لا؟ سي لا ميم شوز. دار ملك مع دار ديال الكرا كيجي عارف راسو يبقى واحد 4 سنين انهب داكشي اللي نقدر نديه باش نخدم على ولادي ولاد ولادي ولاد 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 ولادي اللي شفرتها ونبتها. هذاك هو الربح. انا 4 سنين وغادي نطير وشوف ديك الساعه واش غنطير بخير ولا يدخلوني لشي حبس ولا خصني نعلق ولا غادي يقتلوني ولا. الملك واش عنده هذا الهب مزيان. الملك فاش كيجي يخدم واش كيجي يخدم الملك فاش كيجي يخدم الملك فاش كيجي يخدم واش كيخدم بديك العقليه ديال انا خصني نخدم على ود الناخبين، راه خصني نجمع ديك الكتله ديال الناخبين باش تصوتوا عليا في الانتخابات الجايه. ما عندوش هذا الشيء. اذا كيخدم البلاد لان عارف النصيب ديالو ما كيتقاش. فاي حاجه كيديرها للمصلحه ديال البلاد. ما عندوش دوك الحسابات ديالها ودي غادي يصوتوا عليا الا درت هذه لا ما غاديش يصوتوا عليا الا ما درتش هذه لا خصني نبدا ندير الخاطر باش يصوتوا عليا. ما عندوش هذا الشيء. كيشوف مصلحه المغرب فين كاينه كيمشي ليها. يتعرف بلاصتو محفوظه ما يبرزطو حد وما غادي يشوش عليه حد. فعنده الخدمه ديال المصلحه ديال المغرب. هادو لا هذا خدام على المصلحه ديال الانتخابات واللي غادي يصوتوا عليه. الا قالوا لي ايران مزيانه وعارف يجيب بها الاصوات غادي يقول لك ايران مزيانه ولكن يتقبل البلاد هو مع امريكان ومع الحلفاء ديالها ومع ما عندوش مشكله. يعني كتهمو الكتله الانتخابيه ديالو اكثر ما كيهمو الوطن. ومالين الحي بحالو اللي غادي يتهلاو فيه. الملك ما عندوش هذه المشكله. ولهذا الملك خلى في يديه دوك الوزارات السياديه اللي ما كتبقاش اللي ما يديروش المشاكل المغرب بحال الخارجيه الداخليه باش ما ينوضيش هذا النباج وهذا التخربيق. ما تجيش تطلع ليا حزب ديال الاخوانجيه ونعطيك انا وزاره الخارجيه غدا تقبلني مع امريكان علاش انت كتحالف مع ايران وكدير وتخرج شي الصريحات اللي تضرب ليا كلشي في الزيرو. لا المغرب هذا ما كنلعبوش معاه. ولا نعطيك انت وزاره الداخليه وفاش يقربوا الانتخابات وزاره الداخليه كلها تخدم مع الحزب ديالك وتبقى تفرع على الاحزاب الاخرى. هادشي ما خدامش. هادشي ما خدامش في المغرب. ولهذا كنقولوا حنا ديما الملكيه راه هي ذاك الضامن الوحيد اللي عندنا حنا دير الاستقرار ديال البلاد لان ما عندهاش شي مصلحه من غير مصلحه المغرب خصو يكون بخير. والملك براسو كيفكر بان من بعد عمري طويل ان شاء الله خصو يسلم ولدو البلاد وهي مستقره ومريقله وناضيه احسن من داكشي اللي شد. هذا هو الهم الوحيد ديالو باش الحكم يستمر. هادو كيفكروه لا غادي ندخل غادي ندي داكشي اللي غادي نديو. المهم ليسونسييل هو الرضيدوك ديالي. هادوك اللي معايا في الهيت ومعايا في الايديولوجيا ومعايا الاخرين نضربهم مع الحيط ديك الساعه والبلاد هو كيما بسلام ياسين كيك الوطنيه. الوطن وطنيه كيفكروا في شي وطن ما كيفكرش في الوطن. هو بالنسبه لي الوطن شي حاجه وطنيه كنعبدوها حنا. كنعبدوا تالوت. علاش نقولوا الوطن الله الوطن ما نقولوش الوطن. الوطن حتى هو كي شي حاجه اللي من بدعه. ما خصناش نفكروا حنا في الوطن. ما نفكروا غير فقط نقولوا الله وهما شي حاجه اخرى ما كايناش. فهذا هو الفكر ديالهم. فنحن واضحين في موقفنا. يعني ضد النظام الملكي. الملك الوراثي بالنسبة لنا لا يمكن أن يكون مدخلا للحل الشامل. فحينما نقول الملك الوراثي فهذا يتعارض مع الإرادة الشعبية، يتعارض مع ما نطالب به من حكم ديمقراطي يقوم على وشو كيهضروا على الحكم الديمقراطي وما كيعرفوش شي سميتها ديمقراطيه. من نهار عقلتها بسلام ياسين هو المرشد ديالهم تمت. ها هما عاوتاني داك اللي ولا في بلاصه من نهار عقلتها ليه هو مرشد حتى يموت. وكيهضروا لك على الحكم الوراثي هما غير المرشد ديالهم مخليين واحد تماك مسقفينه ما كاينش اللي يقرب ليه. المرشد ديالهم هذا مرشد غير ديالهم هما ماشي ديال المغاربه كاملين.
وغادي يجيو لهذاك اللي حنا كمغاربه كنا كنعتبروه المرشد ديالنا، نخليوه لا هذاك صنحيبه، حنا نتعارض مع المرشد ديالنا، نقدسوه ما يقيسوه حد ويبقى حتى يموت. ولكن المرشد ديال المغاربه لا لا، حنا ما عجبناش هذا، كيتعارض مع الحكم الديمقراطي. كتعرفوا شي ديمقراطيه انتم؟ هو كنقولوا حنا شويه عندنا مع الديمقراطيه وداك الشيء. فين عندكم دابا باش نغبقوا على عباد الله؟ حنا راه عينا في الملكيه وفي المؤسسات. كيف نديروا حنا نحكموا الا بقى الملك؟ حنا فوقاش غادي يكون عندنا الحظوظ باش نحكموا؟ فاش كتوزع القضيه الوزيعه كتولي كاينه جمهوريه واحزاب والروينه فنقدروا نتحشاو، حنا قادرين نسيطروا. ولكن الا كان الملك شويه صعيب. عندنا كي نديروا اذا داك الملك راه معرقلنا، داير لنا عرقله وداير لنا واقف قدامنا في الطريق، ما نقدروش نتنفسوا. اذا شنو خصنا داك الملك بعدا نشوفوا كيفاش نديروا ليه، عاد نشوفوا من بعد. هنا داكشي ديال الاحزاب داكشي علاش كيقول لك كتعارض مع الديمقراطيه. زعما هو الديمقراطيه كتشتت من عندهم هما. الديمقراطيه تقول لك عبد السلام ياسين كل 4 سنين كيدخل انتخابات ديال الحزب الارشاد، كلها كيتناوبوا. نهار عقلت عليه هو المرشد ديالو، مات عاوتاني داك اللي ولا في بلاصتهم، نهار عقلت عليه هو المرشد. كيبوسوا ليه يديه، كيبوسوا ليه رجليه، كيتبركوا ليه بالطراب ديالو، قال لك لي كاين مره. او يقول لك حنا الديمقراطيه، كيموتوا على الديمقراطيه هم. شامل. فحينما نقول الملك الوراثي فهذا يتعارض مع الإرادة الشعبية، يتعارض مع ما نطالب به من حكم ديمقراطي يقوم. والله شي هما الجماعه ديالهم ديك العلو الاحسان محفظينها باسم المرشد حتى كيموت، وكيورثوا شي واحد قريب ليه ويبقى فيها حتى يموت. وهكذا ذلك. هذه هي الجماعه اللي صار من الدوله، هذه الجماعه صار من الدوله والزعامه ديالها كتبقى مدى الحياه. فتخيل نتوما دوله، لا لا، حنا الملك هذاك يتعارض مع الديمقراطيه. على توزيع السلطات وعلى الفصل بين السلطات كيجيو هما الدوله اللي كبيره بزاف هذه والحكم فيها معقد، وباغيين يكون فيها التغيير. وعلى عدم احتكار السلطة والثروة. على امتداد التاريخ الإسلامي ابتلي المسلمون بملوك، لا نقول نحن خلفاء، نقول بملوك، شر الملوك الذين احتوشوا السلطة. احتوشوا، ازيد هذه على المستمسكات، كاين مستمسكات وكاين احتوشوا. ابتلي المسلمون بملوك، او دير البلاء كله منكم ماشي بملوك. الملوك حنا ديالنا بعدا باش نمنوا مال الخير، ما يكفروا حد، ما يعلقوا حد، ما ها اللي يقلب على الصلاح، اللي دار بالبلاء في البلاد وكان وحتى الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه، اقسم بالله. شو داك السيد كون ما كانش المغرب كون ضربنا الخلا. شي الحسن الثاني اللي كيقول لك اودي سنوات الرصاص دار ديكتاتور، اقسم بالله الا الحسن الثاني كان كيكره هذه البلاد وما كيبغيش المغرب وراه حالتنا حاله دابا. وراه حتى حنا حاكمنا شي حفيد افقير ولا حفيد دليمي شي عسكري، وجالسين حتى حنا كنديروا الطوابير وجالسين بدوك الجمهوريات بحال داك الشيء ديال جمال عبد الناصر وديك الروي. طاح لنا شي عسكري مزيان، طاح حنا رزقناه وحنا ما كنهزوش الراس. ويا ويلك وتهضر وتاليات اللي حتى انت في المغرب شي تورا اللي العسكري يقتل عباد الله ونوليو حتى حنا لاجئين مشتين في العالم. راه النعمه اللي دار الله ولا شوف شي ربي، اقسم بالله الا كيبغي المغاربه، والله الا كيبغينا. شي الوقت اللي جانا في ذاك التوقيت بالضبط الحسن الثاني الله يرحمه ويسلم، راه الوحيد اللي رد علينا البلاء. كلا العصا مزيان، هو كلا العصا الله يرحمه الله يسمح علينا منه، كلا العصا مسكين، كلا العصا ديال الصح. لا من انقلابات ولا ديك الهضره ولا داك الكلام اللي كيتقال عليه ولا داك التخربيق ديال الديكتاتوريه، ولكن الواحد بحال داك الاب اللي كيكون عارف المصلحه ديال ولادو وما معايقينش كيقول قاصح معنا كيدير لنا وكيفعل، هو راه على مصلحتهم كيدير داكشي. وتصوروا ديك تازمامارت اللي كيبداو فرعينا بها راسنا، تازمامارت واش شي تازمامارت كلها كانوا فيها 61 واحد معتقل. شوفوا هذاك الحبس ديال صدنايا ديال بشار شحال مات فيهم، شحال شنو لقاو فيه ديال العجب، الالاف المؤلفه ديال البشر بلا اللي طحنوا تماك وتعذبوا المقابر الجماعيه. وحنا تازمامارت اللي كيضربوا بها المثل ديال كيقول لك الحسن الثاني كانت ديكتاتوريه وسنه، عرفتي داك تازمامار 61 واحد. وشكون هما عسكر دوك اللي داروا الانقلاب؟ كانوا فيهم واقيلا شي 5 ولا 6 ديال المدنيين. فتخيلوا
هذا اللي كيسميوه هذا الملك اللي كيسميوه ديكتاتور. 61 واحد اللي كان 61 اللي كان في ذاك تازمامارت كله. اش كتسمع المعتقل تازمامارت تخلع تقول ما شنو. والناس ما كتعرفش اش كتسمع تازمامارت. صحاب راه الا شي 10000 واحد اللي بجوج فيهم 61 واحد كلهم عسكر دوك المالين الانقلاب، وكانوا عبره العسكر الاخرين باش ما يعاودوش يديروا الانقلاب. تخيلوا. والحسن الثاني الله يرحمه ويساليه كان داك تازمامارت على ما يقال كان فاش كيتعينوا الجنرالات كيديوهم تما كيصيفطوهم يضربوا دورها باش يشوفوا المصير ديالهم الا فكروا شي نهار يديروا انقلاب في المغرب. وانت فاش تسمع داك تازمامارت وانت ما فاهمش، وانا عارف انا بزاف فيكم ما بزاف فيكم ما عارفينش. اللي ما عارفش يكتبها لي عافاك، اللي ما عارفش بان تازمامارت كلها كان فيها 61 واحد يكتبها لي وكلهم عسكر، فيهم 5 وقيله اللي كانوا مدنيين. وشكون هاد المدنيين؟ دوك اللي كانوا متعاونين مع الانقلابيين العسكر اللي خدموا مع دوك الانقلابيين، كانوا حتى هما في المؤامره ديال الانقلاب. هما ماشي عسكر اللي يسروا لهم الامور، اللي صاك بيهم، اللي دار بيهم، اللي خباهم عنده، اللي وشوفوا داكشي اللي نجانا منه الحسن الثاني الله يرحمه. والفتره ديالو ما داش ساهله، داز خايبه بصراحه، وهز الضرب. راه كان كيسمع الهضره اللي معي والمعارضه والقيامه الكحلاوه. ثروة. على امتداد التاريخ الإسلامي ابتلي المسلمون بملوك لا حقيقة بالنسبه لهم ملوك ابتلاء، والمرشدين بالنسبه لهم نعمه. المرشد بالنسبه لهم حتى هو راه ملك، انه ملك ما كيتقاش. واكثر ما تجادلوش، لا تناقش ولا تجادل يا اخي. لا هذيك نعمه، ولكن حنا ابتلينا بالملوك، هما عندهم النعمه المرشد. نقول نحن خلفاء، نقول بملوك. وها انتم راه كتشوفوا النعمه ديال المرشد على ايران. شتو النعمه ديال المرشد على حماس، وشتو النعمه ديال المرشد على حزب الله. ها شتو النعمه ديال المرشدين وديال وعلى مصر فاش طلعوا الاخوان في 2013. شتو النعمه ديال المرشد اللي جاوا باش يحيدوا البلاء. ما كاين غير القنابل كتنزل على مور الراس بنا. هكاك بتولي بملوك. المرشدين لا ما جبتي لا هذاك واش نسول الايرانيين نقول لهم واش الارشاد دابا الكتب ديال الارشاد واش مرشد ابتلاء ولا كلهم خرجوا فرحانين بخامنئي. تكون كان عندهم دابا غير ردوا الشاه، واللي بين ذاك النهار خارجين كيفاش يردوا السنوسي اللي كان ملك حفايده ولا ولاده. توزيع السلط وعلى الفصل بين السلط وعلى عدم احتكار السلطة والثروة. على امتداد التاريخ الإسلامي ابتلي المسلمون بملوك، لا نقول نحن خلفاء، نقول بملوك، شر الملوك الذين احتوشوا السلطة والثروة. اخويا بعدا الحمد لله بهاد الملوك ما جالسين حتى كيبقاو لنا الصوار خويا بطولي. وجايب امريكا الحاملات ديال الطائرات وهذا. علاش شتي اللي ابتليوا بالمرشدين هما اللي وقع فيهم هادشي. هز عينيك تشوف الزين، كديرها كتبان لك حزب الله تفرشخ ويلي بدون المرشد. حماس تفرشخات عندها المرشد. الاخوان المسلمين في مصر تفرشخات عندهم مرشد. ايران تفرشخات عندهم مرشد. وهذا هو الابتلاء، هذا هو الابتلاء. ماشي انا ما سولتيني ما شفتي ابتلاء اكثر من هذا هو. ولا بالنسبه لكم هذا كاين المؤمن مصاب، انتم مؤمنين كيصيبكم الله بهذا المصاب هذا مصاب الجلال كما كاين. ثروة ومارسوا كل أشكال الظلم والحيف ضد شعوبهم باسم الخلفاء وغيره. ونحن حينما نقول هذا لا نتوارى، نقول موقفنا بشكل واضح جدا. نحن معارضة مدنية سلمية تقول موقفها بقوة. ايديولوجيه خوانجيه الحيويه ما كتشوفنا غير هما اللي مسلمين والباقي كلهم كفره اعداء الله. هادشي يقولوا اش ما كتقولوش هادو. نتوما مدنيه عندكم شي ولد نتوما المغرب اللي داير هذيك الكوفيه ديال فلسطين. هو كمل هادشي، قول داكشي اللي معقول باش يسمعوا الناس. لا نتوارى، نقول موقفنا بشكل واضح. انتم تتوارون ماشي بشكل واضح. هذا نتوما باغيين تحكموا، هذا هو موقفكم بشكل واضح. انتم الخبث والخبائث غير ربي تسمح لي اللي شنا منكم. نعرفوكم في الجامعات وكنعرفوكم وشافوكم المغاربه وعاقوا بكم وصافي تفرشتوا في العالم كله دابا.
واضح جدا. نحن معارضة مدنية سلمية تقول موقفها بقوة. نحن كما قال الإمام ذات مرة قوة هادئة، قوة بمعنى نعبر عن يعني كما قال الامام قوه هادئه. شكون هو الامام؟ هو ذاك الملك ديالهم هو المرشد ديالهم اللي ما قلت هما كيسمعوا الامام ديالهم مرشد ديالهم، وحنا ما بغيناش نسمعوا الملك ديالنا كيقول لك لا ودي راه ابتليتم بهذاك اللي كيعاود لكم ملك ديالكم. هما الامام لا، هما كيسمعوا ليه كما قال الامام، حتى حنا كما قال الملك نتوما راه ما تصلحوا. موقفنا بكل وضوح مسؤولية، ولكن بهدوء، لا نتبنى العنف في التغيير، ولدينا نفس طويل، لأن أمر التغيير يحتاج إلى أجيال وليس إلى ضربة العزيم. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أقسم بالله والله وانا تزممرت صاحبي راه دارت كانت هي الراديه باش العسكر ديال المغرب ما يبقاش مره يفكر يقلب نظام الحكم ويقتل في الشعب وتولي دوله في يد العسكر. هذيك تزممرت دارت العسكر باش ما يبقاوش، باش يطلعوا. يعني باش ولاو كيشوف اي جنرال ولا كيشوف ديك تزممرت كيدوزو يدوروا تماك ما عمره ما يفكر يدير شي انقلاب ولا يزنزل ليه شي حد في راسو ولا. والمصيبه دوك اللي قال لي فكروا يديروا انقلاب كلهم كانت عندهم ايادي خارجيه، كانت عندهم اليد مع القذافي مع جمال عبد الناصر مع الجزائر. وكون كانت المصلحه ديال المغرب لا باغيين يشدوا السلطه حتى هما ويوليو بحال ديك اللعبه ديال عبد الناصر. وشوفوا الحسن الثاني جاز عليه. كاين شي حاجه اخطر من انك تكون راكب في الطياره وطالعين حداك 4 ديال الطائرات حربيه ليزافيون شاس باش يطيحوها وانت في الهواء وانت مالك ومخلي الاسره ديالك في يد الانقلابيين. فكيفاش لاي واحد فينا يتعامل مع شي واحد الا دارها ليه؟ تخيلوا انتم، انت مالك ومخلي اسرتك في يد هادو. ما تخيلوا انتم الشعب كيفاش غادي يعيش في يدهم تاع. في الحقيقه الشيء الحسن الثاني فاش ما طحنش هاد الانقلابيين، فاش شدهم فرتكوهم، راه مازال الحسن الثاني فيه الرحمه اقسم بالله. راه عاد مهير هذوك اللي قتلوا الناس، هذوك اللي دخلوا القصر ديال سميتو قتلوا عباد الله، تيراو في عباد الله وماتوا الناس وماتوا فيها بزاف ديال الناس، هذوك اللي تم اعدامهم والباقيه كلهم صيفطهم تازمامرت. راه واحد اخر بلاصتو غادي يعدم كلشي ما كاينش فيه. وفي ميادين عامه باش حتى واحد ما عمرو يفكر يدير ديك الخدمه. ومع ذلك شوف هذه الرحمه كلها كانت فيه، راه ما دارش معاهم ديك الخدمه اللي خصو يديرها شي ديكتاتور يتقتل المجرم. ومع ذلك هاد الناس هادو هما كيعتبروه ديكتاتور وهذا كيما كيعتبروا راسهم بوحدهم اللي مسلمين وكيشوفوا راسهم بوحدهم اللي عندهم الحق يحكموا فينا ويقرروا في المصير ديالنا بدون جدال او نقاش. هما اللي خصهم يوريونا شنو نديروا حنا في الحياه وفي الاخره. هذا هو سميتو. لا حنا حيت حنا عوجين، فهما باغيين يشدوا الحكم باش يقادوا قال لك يصلحوا الامه، باش غادي يصلحوها بايديولوجيا. لا خص الامه تكون هكايا منغلقه على راسها ودايره. وعلاش هادشي ما كاينش عند الاوروبيين ولا كاين الميريكان؟ مالهم امورهم مصلوحه وما عندهم لا دين كاع وما والو. علاش زعما شنو الفرق بيننا وبينهم؟ انت دابا الا زيتي عينيك ودرتي شتي كاع الدول الاسلاميه اللي كتعرف كي دايره، وشوف الدول الاوروبيه اللي سيدي كاع ما عندها الدين، هما دول علمانيه كتلقى الامور ديالهم احسن من الدول الاسلاميه اللي دي. في افغانستان كاع كتطبق الشريعه، فين هي؟ السودان كتطبق الشريعه، فين كاين؟ ايران كتطبق الشريعه الشيعه، فين هي؟ اجيبي شي حاجه جديده زعما نتوما توريوها للعالم، شي حاجه ما كايناش. النتائج هي الدول كلهم كتعرفهم. ولاش الدول الاخرى اللي هي دول غربيه مثلا ما عندهم كاع المشكله ديال الدين وديال هذا وكلهم بخير والناس بخير؟ عرفتوا علاش؟ اذا عندهم معقول ما فيهمش الخوار. حيت الدين اخلاق، والاخلاق ماشي هي العراق، ماشي وحده متبرجه ولا عندهم ديسكوتيك محلول ولا عندهم مباراه محلول، ماشي هذوك مال الاخلاق. الاخلاق هو المعقول في المعامله والمسؤوليه والمحاسبه وبزاف ديال الحوايج. هما جاوا الاخلاق ربطوها فقط ودي في اللباس ديال المراه، صافي هذيك هي الاخلاق. ولكن تكون فيك الخواط، فيك القوالب، فيك هذا، فيك سميتو هذاك الشيء كله ما داخلش هذاك الشيء في الاخلاق.
انا ما داخلش هذاك الشيء في الاخلاق، لا المهم هو اللباس ديال المراه ديك لابسه الميني بالحرام ما كاينش، خاصها دير الحجاب ونزمتو هذا ونسدوا البارات ونحلوا الجوامع ونديروا هذو هما الاخلاق بالنسبه لهم. اما الخدمه والعمل داك الشيء ما كاينش.